يلا نبدأ رحلة للانطلاق لفوق. بداية جديدة للبنات، رحلة بنت بتبني نفسها من الصفر. الجزء الأول، اللحظة اللي كل حاجة بتبدأ منها. في لحظة كده بتحسي إنك واقفة مكانك، مش بتتقدمي ومش بتتأخري، بس تايهة. الأيام شبه بعض، بنصحى نعمل نفس الحاجات، نضحك أوقات ونعدي أوقات تانية، بس جواكي إحساس ساكن إن في حاجة ناقصة. إحساس إنك قادرة تبدي أكتر، إن حياتك المفروض يكون ليها طعم مختلف. يمكن مش حزينة بس مش مرتاحة، مش فاشلة بس مش فخورة بنفسك. والحقيقة الإحساس ده مش ضعف، الإحساس ده بداية الصحورة. الجزء التاني، المشكلة الحقيقية. يمكن طول الوقت كنت فاكرة إن المشكلة في الظروف، في الوقت، في الناس، في الحظ، بس الحقيقة أهدى من كده. المشكلة إنك مستنية تبقي جاهزة، مستنية الحماس يجي، مستنية الطاقة ترجع، مستنية اليوم المثالي. بس مفيش يوم مثالي. البداية مش إحساس، البداية قرار. كم مرة قلتي أنا هبدأ، وكم مرة أجلتي؟ مش عشانك ضعيفة، بس عشان محدش علمك تبدأي خطوة صغيرة. الجزء الثالث، الاعتراف بينك وبين نفسك. خلينا نكون صريحين شوية، انتي مش كسولة، انتي بس تعبانة من جوه. تعبانة من المقارنة، من الضغط، من انك حاسة ان الوقت بيجري وانتي واقفة. يمكن فقدتي الحماس، يمكن ثقتك بنفسك قلت، يمكن ما بقيتيش شايفة نفسك زي زمان. بس اسمعي الحقيقة دي كويس، انتي لسه تقدري تبدأي في أي وقت ومن أي نقطة. الجزء الرابع، لحظة القرار. في لحظة صغيرة جدا بتفرق بين حياة وحياة. لحظة تقولي فيها أنا مش هفضل كده. مش لازم العالم كله يعرف، ولا حد يشجعك، ولا حتى تبقي واثقة. يكفي إنك تقرري. قولي لنفسك دلوقتي أنا أستاهل حياة أهدى، أنا أستاهل نسخة أحسن مني. القرار ده ممكن يغير سنين جاية بالكامل. الجزء الخامس، البداية البسيطة جدا. رحلة الانطلاق لفوق مش ثورة كبيرة، هي تغييرات صغيرة جدا بس مستمرة. اصحي بدري شوية، مش عشان الإنتاجية، عشان تحسي إن اليوم بدأ بإيدك. رتبي مكانك، حتى لو سريرك بس. العقل بيرتاح لما المكان يهدى. اكتبي هدف واحد بس لليوم، مش لازم تبقي خارقة، خطوة واحدة كفاية. خدي وقت لنفسك، قهوة في هدوء، شاور دافي، لحظة صمت. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتبني شخصية جديدة. الجزء السادس، مقاومة الكسل والخوف. مش كل يوم هتحسي بطاقة، هيجي يوم تحسي فيه إنك رجعتي لنقطة الصفر، وهتفتكري إنك فشلتي. بس الحقيقة التقدم مش خط مستقيم، في أيام قوية وأيام بطيئة وأيام بس بتحاولي تعيشي، وكل ده طبيعي. النجاح مش إنك تقعي، النجاح إنك تقومي كل مرة. الجزء السابع، علاقتك بنفسك. أغلبنا مستني حد يشجعنا، حد يقول لنا أنتي شاطرة، أنتي جميلة، أنتي كفاية. بس يمكن أهم خطوة في الرحلة دي إنك تبقي أنتي الصوت ده لنفسك. كلمي نفسك بلطف، سامحيها لما تغلط، احتضني ضعفك بدل ما تعاقبيه. حب الذات مش رفاهية، حب الذات نجاة. الجزء الثامن، بناء الهوية الجديدة. مع كل يوم صغير بتلتزمي فيه بتتكون نسخة جديدة منك. بنت بتصحى حتى وهي مش حابة، بنت بتحاول حتى وهي خايفة، بنت ما بقتش مستنية الإذن من حد تاني. الثقة مش بتيجي قبل الفعل، الثقة بتيجي بعد ما تعملي الحاجة رغم خوفك. كل عادة صغيرة بتعيد تشكيل حياتك. الجزء التاسع، الرسالة الحقيقية للسلسلة. السلسلة دي مش مجرد محتوى، دي مساحة آمنة، رحلة تغيير حقيقية. هنقع سوا ونتعلم سوا ونكبر سوا، ومع كل حلقة هتقربي خطوة من نفسك الحقيقية. ووعد مني ليكي إني أفضل أفكرك بقيمتك، ووعد منك لنفسك إنك ما تستسلميش. الجزء العاشر، النهاية.
البداية الحقيقية. رحلة الانطلاق لفوق مش بتبدأ بكرة، مش لما تبقي جاهزة ولا لما حياتك تبقى مثالية. هي بتبدأ دلوقتي، بخطوة صغيرة، بنية صادقة، بقلب مؤمن إنه يستاهل الأحسن. ولو انتي لسه بتسمعيني لحد هنا، يبقى جواكي حاجة قررت تعيش بجد. يلا نبدأ رحلتنا من تحت لفوق. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، واستنيني كل اثنين وخميس الساعة 5